تعالوا لي بقى كده عشان نشوف المشكله دي ونشوف هنحلها ازاي. بقت شاب بيقول لي انا خاطب بنت احلامي، البنت اللي كنت بتمناها، بنت شيك جدا، لبسها كله ماركات، وكل خروجاتنا في اماكن غاليه جدا، وكانت دايما بتصر انها تدفع او تشارك معايا في الحساب. وانا كنت بستغرب، هي في بنت تحب انها تدفع او تطلع جنيه مع البني ادم اللي المفروض عايزه ترتبط بيه؟ بس اكتشفت بالصدفة انها مديونة لطوب الارض وعليها قروض من كذا بنك، وكل الفلوس دي بتصرفها بس عشان عايزة تحافظ على شكلها قدام الناس وعلى السوشيال ميديا اللي هوساها، اللي دايما بتحب قوي تصور كل مكان بنروحه. رحنا اي مكان تصور وتقول احنا فطرنا في المكان الفلاني، احنا اتغدينا في المكان العلاني. بتروح تجيب فساتين غالية جدا جدا عشان بس تصور صورتين. ولما واجهتها انهارت وقالت لي انا كنت خايفه اقولك على الحقيقه تسيبني عشان انا مستواي اقل منك. السؤال دلوقتي هو بيقول لي هل اكمل معاها واحاول اغير طبعها واسدد معاها ديونها، ولا العيشه مع شخصيه مزيفه هتكون عيشه صعبه ودي شخصيه غير مسؤوله؟ اعمل ايه واتصرف ازاي؟ بص يا ابن الناس، فعلا هي شخصيه غير مسؤوله. مفيش حاجه في الدنيا تبرر لبني ادم تصرف زي ده. الناس اللي بتتعود تاخد وتتداين، الناس دي انا بشوفها ناس مستهترة جدا جدا. مهم قوي البني ادم يبقى عارف دخله كام وبناء عليه يكيف حياته. ناس كتير جدا جدا عايشين بسعادة عشان عاملين النظرية دي، هو عارف دخله كام او هي عارفه داخلها كام وبناء عليه بتقسم الفلوس. بتشوف هتطلع كام لله اول حاجه. واي بني ادم عايز ربنا يزيد من ماله بيطلع لا اما حق ربنا في الفلوس لو هو عنده زكاه مال، يا اما بيطلع صدقات. فاي بني ادم عاقل كده متزن بيعرف هو بيقبض كام، بيطلع اول حاجه حق ربنا في المال او جزء من الفلوس عشان ربنا يكرمه، عشان فلوسه تزيد، عشان الصدقه دي ليها فوائد عظيمه جدا وكلكم عارفينها. دي اول حاجه. تاني حاجه بيشوف هو يقدر يعيش بكام، ومفروض كمان انه بيدخر جزء من مرتبه. ده البني ادم العاقل. لو بني ادم مش عاقل قوي على الاقل هيعيش باللي بيجي. يعني هو لو هو مثلا مستهتر بنسبه 50-60% مش هيشيل حاجه لبكره، لكن هيعيش باللي بيجي بالقد، مش هيروح يمد ايده لحد. لو بيقبض 10 جنيه هيكيف نفسه ب10 جنيه. البني ادم الغير مسؤول تماما واللي ما بيخافش ربنا اللي بيقبض 10 جنيه وعايش ب100 جنيه، ده بني ادم تلاقيه فاشل، تلاقي الناس كرهاه، تلاقيه بيستلف، وكل مره عامل فيلم على حد معين. يروح حتى لدرجه ان في اللي زي دول ممكن يستلفوا من الناس الغلابه اللي بيشتغلوا في الامن. متخيلين؟ يعني هو يوم ما يعوز يستلف وقفلت بيه بقى، استلف من زميله واستلف من مديره، ففي الاخر يروح على موظف الامن الغلبان يقول له اي فيلم عشان يستلف منه. واللي زي دول ما يأتمنوش ان كان راجل او ست. لو بنت مخطوبه الولد بالمواصفات دي ابعدي عنه فورا. لو بنت مخطوبه الولد ما بيحسبهاش وما بيحسبش حسبته وما بيعملش بيقسم فلوس وما بيشيلش حاجه للزمن، خافي منه. لو بنت مخطوبه الولد بيقضي اول اسبوع بالمرتب وباقي الشهر داير يتسلف، ده مش هيبقى زوج ناجح. اوعي تفتكري انه هيبقى زوج ناجح ولا هيبقى اب ناجح، ده زوج فاشل واب فاشل. ولو راجل خاطب بنت بنفس المواصفات بنفس الاستهتار، بتروح تتدين عشان تجيب فستان تتصور بيه على السوشيال ميديا، بتروح تتدين عشان تتغدى في المطعم الفلاني وتفطر في المكان العلاني، دي هتفتح بيت ازاي؟ ممكن تقولي هتكون ازاي ام مسؤوله؟ ازاي لما تيجي تقول لها خدي المصروف الشهر رتبي ووضبي الدنيا بيه واوعي تقولي لي لان مش معايا غيره، هتعرف تتعامل ازاي؟ انت عارف ان عندنا ستات عظيمات قد ايه؟ امهاتنا اللي ممكن ياخدوا المرتب يدبروا امرهم وما يشتكوش. قد ايه في ستات كده تبقى ما بتشتكيش وتقول لك هيمشي الدنيا هتمشي، تبقى مستغرب لما تيجي تحكي لك هي مشت شهرها ازاي، تبقى مستعجب، بس هي ماشيه بالبركه، بركه ربنا اللي بتحل على الفلوس واصرارها انها ما تحتاجش لحد وبيتها يفضل مستور. وعلى الرغم ان لو جالها ضيف او زائر في البيت عمره ما يكتشف اي حاجه، يتضايف ويتقابل احسن مقابله ويتوجب معاه احسن واجب.
دي امهاتنا، احنا طلعنا على كده. لان الاب بيشتغل وبيسعى، بيشيل جزء او بيشيل مصاريف المدارس على جنب، بيشيل حاجه للزمن للعلاج لحد وبيدي بقيه الفلوس للام. دبري نفسك. لكن لما تكون هي بني ادمه مستهتره ومتداينه وعندها قروض عشان تتصور في المحل الفلاني وتفطر في المحل الفلاني وتلبس الفستان اللي عامل ازاي، تاخد صورتين على السوشيال ميديا، لا دي بلوجر بقى. دي واحده عايزه تعيش حياه البلوجرات اللي طلعوا لنا دلوقتي، واللي دلوقتي بنسمع عنهم كتير جدا، واللي حياتهم كلها مزيفه بالمناسبه. حياه البلوجرات ما هي الا حياه مزيفه. اوعوا تتخدعوا باللي بيظهر، اللي بتلبس عامله ازاي وبتروح الكوافير الفلاني. كل ده تلات ارباعهم اصلا بيبقوا بيعملوا دعايه عشان خاطر ياخدوا اجر، بيروحوا اماكن ممكن ما تكونش كويسه خالص، بس المهم ان انا هاخد منها اجر. مش مهم بقى المكان ده هيقدم لك الخدمه المطلوبه ولا لا. فده كله حياه مزيفه وما فيهاش اي اصول ولا دين ولا حياه تنجح بيت ولا تبني اسره. فانا من رايي تبعد عنها، لان اللي زيها هيفضل في غلط في غلط في غلط ومش هتتعظ. هي بقى تروح تحل مشاكلها، هي مش هتتعظ غير لما تقابل مشكله كبيره وتلاقي نفسها محبوسه. فهي حره في حياتها، ابعد عنها، لان دي عمرها ما هتصلح زوجه ولا ام. ده رايي، ويا ريت برضو تشاركونا بارائكم. ممكن انا اكون غلط يا جماعه، مين شايف اللي لا ما ممكن يديها فرصه ويسدد معاها الديون، لعل وعسى تتعدل، لعل وعسى تبقى كويسه، تغير حياتها وما تبقاش تحب ظهور الانترنت وما تطلعش على السوشيال ميديا. برضو انتوا ارائكم بتفرق، وانا محتاجه ارائكم جدا. مين شايف ان انا عندي حق وانه يبعد عنها لانها مش هتصلح، واي بنت مخطوبه لبني ادم بنفس المواصفات تبعد عنه لانه مش هيكون اب ناجح ولا زوج ناجح؟ ومين شايف لا يديها فرصه ويسدد معاها ديونها؟ رايكم بيفرق كتير. بحبكم وتحياتي مروه عزام.